يا هلا والله يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم أول فلوق للبنانك في الفندق، وحبيت أشارككم معايا. طبعا الآن صحيت بدري وحبيت أرطب البيت وأضبط نفسي. يلا ليتس جو. رجعت يا جماعة. لا أنا حسيت إنه هذا الفترة سمنت كتير كتير، سمنت وهالاتي مرة يعني صار قامت، يمكن بسبب السفر والسهر، لأن هذا الفترة يعني كتير بسهر وأصحى بدري. هذا السبب أنا بستخدم هذا السائل الأحمر، وهذه حق الحواجب. في الصباح صراحة ما أحب أحط مكياج كتيرة، بس أحب أحط حاجة خفيفة، يعني الترطيب شيء حلو طبعا. فاستخدم هذا حق الخدود وحق الشفايف، يعني بستخدم شفايف وخدود. ما أبي يعطيني لون مرة يعني فاقعة ومجذبة، أبي يعطيني لون البشر. أحب هذه الألوان. فحطيت هذا، بس ما حطيت البودرة ولا حاجة صراحة، ما استخدمت البودرة ولا شيء. باخذ ألون شوية، أخليها وردة خفيفة. باخذ هذا الروج، هذا حق الحواجب. طبعا شوية حواجب حقتي خفيفة، حبيت أغمقها فأغمقها. الآن صاحين أنا وبنت عمتي وأخوتي كلهم نايمين. أنا الآن تقريبا الساعة 7 الصباح يا جماعة، لأن صحينا بدري عشان نرطب ونشرب شوية عصاير، شوية نرتاح وننظف البيت الفندق ونطلع شوية ونفطر برا. الآن نجهز، وبنت عمتي تسوي العصاير وأنا أرطب نفسي وأرطب الغرفة وضبط، والباقي لي كمان أنزل تحت وأنظف. طبعا أظن إنه بنت عمتي نظفت كمان. فالدنيا اليوم صراحة البيت كان مكركب جدا. الآن راح أبدأ وراح أكمل. الآن بدأت الغرفة طبعا، بعد ما أخلص الغرفة راح أنزل تحت شوية بشرب عصاير كده. الآن مثل ما أنتم شايفين أرتب الغرفة. طبعا هذا الغرفة فيها تقريبا 3 سرير، أنا وبنت عمتي ننام وأختي الصغيرة. فطبعا ما قدرت أسجلهم، وما يحب الكاميرا. طبعا أخواتي ما بيحبوا الكاميرا، فحبيت أوريكم إني أرطب. الحين بدأت أرطب وبنزل تحت كمان. يعني في الليل حتى في الليل ما رتبنا شيء. أول ما جينا برا على طول نمنا، لأنه طبعا كنا تعبانين من السفر. أول ما جينا نمنا. بس الآن طبعا أول ما صحيت حبينا ننظف ونرطب البيت، وبعدين على طول نطلع. تابعوني حتى نهاية الفيديو إذا عجبكم. إذا عجبكم الفيديو أتمنى تسووا لايك، سبسكرايب، وتسووا شير على أصدقائكم. يعني الصراحة يعني مرة مرتاحين جدا، إنه بنان مرة جميل جدا على البحر، لأن نحن كنا في KL، وKL بعيد عن البحر. لكن هنا الصراحة السكن اللي أخذناها قدامه، مثل ما شايفين قدامه هو البحر، يعني نقطع الشارع ونحن في البحر. يعني الصراحة يعني أنصحكم إنه بنان مرة جميل جدا. فأنا الصراحة يعني فنحن ارتحنا جدا وحبينا أنا وأخواتي. يعني الصراحة يعني إحساس جميل، إحساس حلو، والمطاعم كل شيء جنبنا وأي شيء، والرحلات مرة يعني وأسعار
كمان يعني جميل جدا، وحتى القرابات مرة يعني رخيصة، يعني أحس إنه مو زي كي إل صراحة. فكي إل شوية حسيت إنه قرابات شوية غالية. الآن مثل ما أنتم شايفين صراحة، بس يعني نحن ما كنا ندري الموضوع. طبعا في البداية لما كنا جايين في البنان كنا نفترض إن ندخل البحر ونسبح، بس الموضوع اختلفت تماما. فقالوا لنا إن البحر ما تقدروا تدخلوها، وإنه في حناش أو كذا يعني، ومشان كذا نحن ما قدرنا ندخل البحر. بس طبعا إنه المناظر جميلة جدا، في مناظر حلوة البحر، وفي أماكن سياحة كثيرة مرة حلوة، ما أدري كيف أوصف لكم الصراحة. يعني صراحة في أماكن كثيرة شفتها أنا، لكن الآن راح أجربها وراح أنزلها الفيديوهات كلها، لأني أنا الصراحة صاحبتي اللي شافتها وتفرجتها، وأنا حبيت إني أجرب وأشارككم معايا. وإذا عجبكم فيديو لا تنسوا تعملوا لايك، وإذا أنتم جديدين تعملوا سبسكرايب وتسووا الشير على أصدقائكم. هيا. طبعا قبل ما طبعا إذا فطرنا لازم نفكر فين نروح. يعني صراحة في أماكن كثيرة سمعنا، ونحن عندنا تخيلوا أخذنا 4 يوم كذا بس، وما نقدر يعني نتأخر، لأن لازم بنت عمتي ترجع، فهي جات في ماليزيا صراحة عشان تغير الجو. فمشان كذا لأنه الوقت يعني ما سمح لها، فإن شاء الله مرة جاية يعني نحب إنه راح تجي وراح أوريكم وأشارككم على لانكاوية وملاكا إن شاء الله بإذن الله. بس الآن طبعا أخذنا 3 يوم كده بس، وهذا ال3 يوم ضروري نغير الجو ونروح أماكن المهم جدا. طبعا الآن اليوم راح نطلع وأوريكم إياها الفيديو القادم إن شاء الله، لأن هذا الفيديو ما أظن إنه نلحق على الرحلة. فالآن طبعا أوريكم إلى الفندق روتينياتنا اليومية، فأتمنى يعجبكم. فالآن طلعنا يا بنات، يا جماعة طلعنا يا حبايبي. أنا وبنت عمتي الحبيبة يا غالية، إيش نقول لها؟ اشتاق لها، إذا راح أشتاق لها، والله راح أشتاق لها. الآن طلعنا فرايحين على المكان الكوفي، لكن ما حصلنا خير، شايفين إنه ستاربكس. فطبعا في محل تانية بس شوية بعيد علينا ما قدرنا، فنحن مستعجلين نبغى نلحق وشوية نفطر ونرجع في البيت ونرتب عشان مشتاقين يا جماعة. البحر نحن مشتاقين والله. مشان كذا افتكرنا نستعجل ونفطر شوية ونرجع في البيت ونرتب. إن شاء الله الفيديو قادم راح أصور لكم إياها فين ما المكان اللي خرجناه. طبعا هذه المرة بعد ما نفطر راح نطلع على البحر إن شاء الله. طبعا ما حبيت إني أطول، وما أحب إني أطول الفيديو صراحة أكثر من 8 دقيقة و10 دقائق. فهذا يعني هذا الفيديو يعتبر أني شاركتكم على روتينيتي يومي فقط. فإن شاء الله الجولة والخروجة الفيديو قادم. سلام.